إذن بسم الله الرحمن الرحيم. عقد مجلس مجموعة جماعات ترابية لجهة العيون الساقية الحمراء اليوم دورته العادية لشهر فبراير، والتي تضمنت 7 نقاط هامة متعلقة أساسا بإحداث الشركة الجهوية المتعددة الخدمات بجهة العيون الساقية الحمراء، وكذلك الانضمام للشركة المركزية لتنمية المرافق العمومية. هذه الشركة كما سبق وأشرنا فهي التي سيعهد لها تدبير مرفق قطاع الماء والكهرباء والصرف الصحي. بالتالي هذه الشركة يعني تعمل على توفير هذه الخدمات على مستوى الأقاليم الجهة. المجلس يساهم ضمن هذه الشركة ب40% من رأس مال الشركة. مجلس جهة العيون الساقية الحمراء ب10% من رأس مال الشركة، و50% من خلال مساهمة الدولة. تمت كذلك المصادقة اليوم على عضوية المجلس الإداري للشركة، والذي ضم رئيس المجموعة ونوابه الأول والثاني والثالث، وكذلك عضوية رئيس جهة العيون الساقية الحمراء، وعضوية السيد المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء، وبرئاسة من السيد والي جهة العيون الساقية الحمراء السيد عبد السلام بكرات، الذي سيرأس هذا المجلس الإداري الذي يعني يعد الخطوط الكبرى والتوجهات العامة لعمل الشركة بأقاليم وجماعات الجهة، على غرار باقي المجموعات التي تم إحداثها على مستوى جهات المملكة، أي عبر 3 مراحل، يعني 4 جهات بأربع جهات. وسيتم الشروع إن شاء الله الرحمن الرحيم في عمل هذه الشركة فعليا ابتداء من فاتح ماي، وسيكون مقرها بمدينة العيون عاصمة الجهة، وسيتم إحداث كذلك مكاتب إقليمية لهذه الشركة ومكاتب محلية بجامعات الجهة.